بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حجية المحررات العرفية بين الإنكار والإقرار، ومتى تكون الورقة العرفية حجة قاطعة أمام القضاء؟ المحرر العرفي هي أي ورقة بيتم الاتفاق عليها بين طرفين، وبيتم التوقيع عليها أو بالبصم أو بالختم من قبل طرف واحد أو طرفين. تعالوا نشوف القانون قال إيه في الموضوع ده، وإيه مدى حجية المحررات العرفية. القانون المصري في قانون الإثبات وضع قاعدة عامة علشان تستقر المعاملات بين المواطنين ويضمن عدالة الخصوم. جه في المادة 14 من قانون الإثبات نصت على يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه، يعني أي ورقة عرفية تم التوقيع عليها بالختم أو بالبصمة دي تعتبر صادرة وصحيحة ممن وقعها. إيه الشرط بقى؟ ما لم ينكر صراحة، إلا إذا اللي وقع ده أنكر صراحة إن ده مش توقيعه أو دي مش بصمته.